هبطل اركب عربيات تاني بسبب اللي بيحصل في العربيات. هو ايه اللي بيحصل في العربيات؟ ما تقول لنا ايه اللي بيحصل في العربيات. بصوا على السريع كده يعني. الواحد بصراحة بدأ يتخنق من الناس اللي هي بتركب معانا في العربيات، بالذات الستات. ليه بقى؟ تقدر تقول لي ليه؟ لأنك كل ما انت ورايح يعني الصبح كده او انت وراجع من الشغل، تلاقي كمية ستات راكبة في العربية غير عادية. سيبك من العدد كام ولا مين ولا بيعملوا ايه ولا الكلام ده كله. المبدأ في حاجة واحدة بس. ليه الرغي؟ ليه الكلام الكتير؟ ليه أسرار البيوت؟ ليه الدوشة ووجع الدماغ والصداع والكلام ده كله؟ يعني مثلا أنا ورايح النهاردة الشغل الصبح، مثلا النهاردة الجمعة، تمام. ستات رايحين الحسين أو رايحين مش عارف فين، أو المهم طالعين من البيت وجايين، يعني مش شتيمة في الفلاحين ولا الكلام ده كله، لكنهم يعني باين عليهم قوي إنهم هم ستات بالأرياف والكلام ده كله. على عيني وعلى دماغي والكلام ده كله، الناس اللي هم يعني من الأرياف، ماشي. لكن الفكرة والعادة الأسوأ في الأرياف إنهم هما يفضلوا يتكلموا بقى على اللي بيحصل في البيوت وأسرار البيوت، وعلى سلايفها وعلى خالتها وعلى عمتها وعلى جارهم، والدهب رفع ونزل وهتبيع وهتشتري، وابنها مش عارف عمل ايه وخالتها دوشة وصداع وحاجة كده ملل. انا ذنبي ايه؟ انا راكب في العربية، انا ذنبي ايه؟ ذنبي ايه باللي بيحصل معاكي في حياتك الشخصية؟ ذنبي ايه باللي بتحكيه؟ ذنبي ايه انك انت تصدعي دماغي وحكايات وتطلعي من حكاية تدخلي في حكاية ومواويل وحوارات؟ انا في غنى عن الكلام ده كله. انا عايز اروح شغلي رايق وفايق عشان اعرف انا اظبط شغلي اعمل فيه ايه، عشان لسه بيبقى اليوم ما بدأش. عارف انت لما تبدأ اليوم كده بحاجة كده يعني تصدع لك دماغك وتصدع لك نافوخك، بتبقى رايح الشغل دماغك قد كده، وتروح الشغل تلاقي واحد يقول لك يا عم ده مش عارف ايه ضاربينه في البيت، يا عم ده الست مراته مزعله، يا عم ده مش عارف ايه، ده جاي فايق علينا، ده جاي مش طايق نفسه، ده جاي مش. ما هو يا جدعان، من اللي بيحصل، من اللي بنشوفه في العربيات، من اللي بنشوفه في المواصلات، من اللي بنشوفه في الخنقة والقرف من اللي احنا بنشوفه. فأبوس إيديكم، يعني أبوس إيديكم، بلاش العمايل دي في المواصلات، بلاش البهدلة دي، بلاش القرف اللي انتوا بتعملوه في المواصلات دي. على عيني وعلى دماغي حكاياتكم وحواراتكم وكل حاجة بره العربية، عشان الواحد بيبقى جاي الصبح مخنوق وقرفان وعلى آخره.